الوصفة دي من الوصفات اللي هي محببة لقلبي بجد، ان هي سهلة وبسيطة وبتخلص على طول، ما بتاخدش معايا وقت. يعني وقت ما اكون مستعجلة على طول وبدون تردد بلجأ للوصفة دي. مكرونة وايت صوص من احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها، سهل جدا، واجمل ما فيها ان هي بدون كريمة، يعني هتعمليها على طول، اقتصادية معاكي في منتهى الجمال، باقل حاجات عندك في البيت هتعملي الوصفة الجميلة دي، ومش بحس انها مكلفة للدرجة، وفي نفس الوقت بتخلص بسرعة، ومن احلى الوصفات اللي بجد بجد هتعشقيها فعلا وتعمليها باستمرار. ويلا بينا نبدأ الفيديو اللذيذ بتاعنا النهارده ده. بس قبل ما نبدأ انا ليا معاكم عتاب بسيط قوي كده، زعلانه منكم قوي لان انتم مش بتتفاعلوا معايا على الفيديوهات بتاعتي. بجد انا بتعب في الفيديوهات دي جدا عشان اقدر اطلع لكم افضل الوصفات. ويلا بينا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا تعالوا بينا نحضر الوصفة بتاعتنا السهلة اللذيذة جدا دي. أول حاجة نحضر البلانشة بتاعتنا، وهنجيب معانا كام قطعة كده من البانيه، مش هنضيف كتير. هنبتدي ان احنا نقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده. وعايزة اقول لكم ان انا قبلها كنت رش عليها حبة كده من الفلفل الاسود والملح، يعني متبلة قطع البانيه بتاعتي. اقطعها كده مكعبات زي ما قلنا على قد ما اقدر ان هي تكون حجمها متوسط، ما تبقاش كبيرة. بجد من احلى الوصفات المنقذه السريعه جدا لو انت محتاجه تعملي اكله سريعه ما تاخدش معاكي وقت، وفي نفس الوقت هقولك على شويه حاجات كده هتخليها تطلع في منتهى الجمال والطعامه. اما دلوقتي فانا خلاص قطعت قطع البانيه بالشكل زي ما انتم شايفينه كده. اشغل البوتاجاز والنار بتاعتي تكون متوسطه. هبدا ان انا انزل القليل من الزيت، وبعد كده هنزل قطعه كده من الزبده او السمنه. يبدأ الزيت والسمنة يبتدوا ان هما يسخنوا معايا كده حاجة بسيطة، وبعد كده هنزل بقطع البانيه الصغيرة اللي احنا قطعناها. اقلب بقى كل وقت والتاني بالشكل ده، النار عندي تكون متوسطة زي ما قلنا علشان مفيش اي قطعة ممكن تتحرق معايا، وايديا فيها باستمرار، اقلب باستمرار بالشكل ده. بصوا واحدة واحدة اللون بتاعها ابتدى يدي درجة ذهبي كده بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان القطع الصغيرة اللي هي بتدي لون بني ديت هتدي طعم رهيب جدا في الطبق بتاعنا. هقول لكم ازاي. بصوا بعد كده هضيف معايا معلقة كبيرة من الدقيق، دي اللي هتعمل عملية الربط في الصوص بتاعي، وهقلب بالشكل ده تقليب مستمر. بصوا لحد لما احس ان كل قطعة اتغلفت بالدقيق، والدقيق لونه اتغير شوية. في المرحلة دي وصل لدرجة التسوية المطلوبة. بعد كده هنزل عليه بالحليب. عايزة اقول لكم ان الحليب هنا حليب مبستر، بلاش الحليب اللي هو ممكن يكون بلدي او اي نوع تاني. الحليب المبستر بيدي طعم جميل جدا، وبيديله تيست كده كأنه زي الحليب المكثف بالظبط، يعني بيدي نفس الطعم بالظبط. انا هنا ضفت معايا المقدار نص لتر من الحليب. بصوا كده مع التقليب كده المستمر، وهبدأ كل وقت والتاني اقلب. طبعا درجة الحرارة تكون متوسطة زي ما قلنا علشان ما يتحرقش معايا، واقلب وكل شوية اخد من الجوانب والقاع بتاع الطاسة بتاعتي، علشان كل اللي هو لازق فيها او اللي هو طلع من البانيه وقت التحمير هو ده اللي بيديله التست العالي والطعم الجميل جدا اللي هتشوفوه بعد كده. الصوص ده هيبقى لونه جميل قوي والطعم بتاعه هيبقى خطير. بصوا كده ابتدى الصوص ان هو يتقل معايا شويه. هبدأ بعد كده انزل بقى بالتوابل بتاعتي، وهي حاجات بسيطه جدا، الفلفل الاسود والملح، مفيش اكتر من كده في الطبق بتاعنا. بعد كده هنزل معايا بالجبنه الموتزاريلا، حاجه بسيطه قوي، اي نوع جبنه عندك، جبنه موتزاريلا جبنه شيدر، الاتنين واحد، مش عايزه تضيفي لا ده ولا ده، هي كده في منتهى الجمال جميله جدا، يعني تقدري تقدميها بالشكل ده. بصوا بقى عايزين نشوف ازاي الصوص بتاعنا تقل وبقى مظبوط. بصوا كده باين جدا ان هو تقل معايا، شايفين ما شاء الله قوامه حلو قوي. بصوا كمان لما اجي اعمل كده بالمعلقه بتاعتي احس ان هو بيبتدي ينزل حاجه بسيطه كده، اعرف ان هو القوام بتاعه بقى مظبوط وخلاص كده استوى معايا. اما بعد كده هجيب حله فيها ميه وهضيفها عندي على البوتاجاز كمان. الميه هنا ابتدت تغلي معايا، اضيف الملح، وبعد كده هضيف معايا المكرونه. بصوا المكرونه اللي انا عايزه اضيفها هنا، بصوا الشكل ده بتبقى جميله جدا معايا، اللي هو اسمه الشكل ده اسمه السوسته، بيبقى حلو جدا. ممكن النوع المكرونه المحبب ليكي، بس انا بحبها دي قوي. ممكن كمان برضو المكرونه الاسباجيتي برضو تبقى حلوه قوي فيها، بس دي ليه انا بقول ديت احلى. الشكل بتاعها بيشيل شويه من الصوص لما بتيجي تاكلي، فبتحسي القوام بتاعها بيبقى حلو جدا وبتظهر اكتر مع الصوص، فعشان كده انا بحب الشكل ده من نوع المكرونه مع الصوص بتاعها. بصوا كده خلاص انا حسيت ان هي استوت معايا. هنزل بقى بالمصفى بتاعتي عند الحوض،
وهبدأ ان انا انزل المكرونة عشان اصفيها كلها. وبلاش موضوع ان انا انزل عليها مية او اشطف المكرونة، بلاش، دي مش حاجة صح. اصفيها بالشكل ده وهسيبها بقى لحد لما تهدى معايا. وخلاص خلصنا المكرونة. يلا نبدأ بقى نقدم الطبق بتاعنا. بصوا انا بحب اوي اعمل كده، ان انا انزل المكرونة الاول في الاطباق بتاعتي وبعد كده احط عليها الصوص. ممكن كمان ان انتي على المكرونة تحطي الصوص كله وتقلبيه وبعد كده تقومي تقدميه في الطبق عادي، مفيش اي مشكلة. يعني ممكن كده او كده، بس دي الطريقة دي المحببة لقلبي بصراحة، وانا بحبها اوي بالطريقة دي. اضيف المكرونة الاول في الاطباق وبعد كده اضيف الصوص بتاعنا. بصوا بقى الصوص ده عايزه اقول لكم خطير جدا. الوصفه دي من الوصفات اللي هي محببه لقلبي بجد، ان هي سهله وبسيطه وبتخلص على طول. ما بتاخدش معايا وقت، يعني وقت ما اكون مستعجله على طول على طول اخلصها، ما بتاخدش معايا وقت خالص. فعشان كده انا بحب قوي الوصفه دي، يعني من الحاجات اللي هي اللذيذه الحلوه جدا. ومش بحس انها مكلفه للدرجه، وفي نفس الوقت بتخلص بسرعه. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه دي، ومن احلى الوصفات اللي بجد بجد هتعشقيها فعلا وتعمليها باستمرار. اتمنى ان انت ما تكونيش نسيتيني في اللايك والكومنت اللذيذ اللي دايما بيفرح قلبي.